طيب كيف وزع أزيد من 10,000 دعوة؟ ولا تذكرة بقول لك ايه؟ ولا تذكرة زيادة، انت بتكلمني مرتضى منصور. طيب بغض النظر سيادة المستشار، الأخبار تتنبأ أو تقول بأن أكثر من 10,000 تذكرة وزعت على الجمهور. أنا اللي بقول لك كلمني بأدب واحترام. سيدي لو سمحت أخفض صوتك، أنت في قناة محترمة، أرجوك أخفض صوتك. أنت شغالة مع الإخوان المسلمين؟ أخفض صوتك، أنا لا أشتغل لا مع الإخوان ولا مع غيرهم، أرجوك أخفض صوتك، نحن نتيح لك الفرصة حتى تعبر عن رأيك. تفضل سيادة المستشار. اتعلمي تسمعي. سيدي الكريم أنا أسمع، ومن حقي أن أسألك عندما أشعر أنه يجب أن أسأل، وعندما يجب أن توضح. بصي لا أرجوك تكلم بهدوء سيادة المستشار، صورتك الآن تنعكس على الشاشة. بصي أنا لما باجي بكلمك تصدقي اللي أنا بقوله، أنا ما بعرفش أكذب. هلا أنا حرة أصدق أو لا أصدق، المهم أننا سننشر رأي سعادتك، التصديق متروك للمشاهد ولتقييمه. تفضل سيادة المستشار، عبر عن رأيك. لا متروك، لا متروك ربنا، أنا ما عنديش علاقة بالمشاهد. اللي حصل بالظبط ان حضرتك لما بتوزعي التذاكر في دفتر، في كعب دفتر، خلاص؟ الكعب دوت انا بحتفظ بيه، ما اقدرش اوزع تذكره زياده لسبب بسيط جدا. هذه التذاكر تم طباعتها بكافه الشرطه في مطبعه سريه، ما اقدرش اوزع تذكره زياده، خلي بالك. طيب من المسؤول؟ طيب خلص عرفنا منك قصه ال10,000 تذكره وسمحت